الحضور بداية وأشكر الجميع على ما قدموه لنصل إلى هذه الليلة الختامية. كنت أقول أنني كنت خطط أن تكون فقرتي الشعرية أطول قليلا، إنما البارحة في الأمسية التي تمت على الهامش اكتشفنا موهبة جميلة جدا من أرض الكويت، وسأختصر بداية بمجرد تقديم الشكر لهذا البلد المعطاء وهذه الجالية الجميلة، ثم ننتقل مباشرة للأخ الذي سأذكر اسمه. بسم الله ما شاء الله عليه. الأبيات تقول: حي الكويت وحي موئل الكرم، وانظم لها درر الأبيات والكلم، عبر بما شعر الوجدان في وطن أبناؤه عزموا النبوغ فأضحوا ذروة القمم، يحدوهم علم قد فاق مؤتلقا حتى غدا مثلا في البر للأمم، والشعب مقتدي في نبل مسلكه نحو السمو بإبداع وبالقيم، جئناكم حذو الوداد تشكرا في بعث صومال بالآداب والنغم. الآن أقدم لكم الأخ، وأظن سوف يكون أستاذنا عن قريب، محمد محمود حرسي، مواليد الكويت سنة 1988، خريج جامعة الكويت، طبعا من ثرى الكويت الطاهر، يعني مبدأ ومنتهى هو من أبناء الجالية الصومالية في الكويت، ونأمل أن يتابع، إنما نغادر نحن يتابع معكم إحياء الأدب في هذا البلد الكريم. ومحمد صب تفضل. مساءكم شعر لمعالي الضيوف وللحضور الكرام، تحياتي المعتقة. حقا على الحرف هذا اليوم ذا الخجل، أريده طائعا يأبى ويختتل، وكيف ينقاد دفقا من منابعه والسادة أمامه السادة الغراء والنبل. فيضي قوافي أشعاري مهللة، فيضي قوافي أشعاري مهللة، فإن صومال هذا اليوم تحتفل، فإننا في ديار العز كويت سنة ونجمة في الفضاء تهفو لها المقل، ونجمة في الفضاء تهفو لها المقل، دار الأماجد دار كلها ألق، وفي سناها يرباها، وفي رجالها لا يحلو الشعر والغزل.